طيب الصورة تمام والصوت زي الفل كده ماشي. بصوا يا جماعة، الأول كنا لما بنحب إن احنا نقص صورة كنا بنقعد نجيب البين تول وناخد وقت طويل جدا ويطلع منك حاجات صغيرة بيضة، الموضوع ياخد منك وقت، خصوصا البين تول دي عقدة المصممين المبتدئين. جايب لك النهاردة شوية مواقع منها فكرة إنك تودع البين تول نهائيا في حتة القص، وهعمل معاك زوم هنا على الصورة دي. عايزك تبص كده على الكواليتي بتاعتها، وعايزك تبص بعد التحويلة اللي حصلت قدامك دي. يا جماعة المواضيع كلها بقت أسهل. تعالى بقى أقول لك المواقع دي إيه وإزاي تقص وإزاي تقوي الكواليتي وكل الكلام ده تقريبا في اقل من كام دقيقه. قبل ما نروح ما تنساش انك تصلي على النبي، لايكك كومنتك ويلا بينا. طيب بصوا دي الصوره اللي انا هجرب معاك، انا هعمل زوم علشان اوريك قد ايه الصوره متدمره فعليا. تمام، اول حاجه هبدا معاك فكره ان احنا نقوي الكواليتي. على فكره انا اللي انا بقوله ده شرحته قبل كده، ولكن الحاجه القويه جدا بحب اشرحها مره واثنين وثلاثه علشان الناس اللي لسه داخله جديد، وعلشان انت كشخص متابعني الحاجه دي تثبت معاك وتبقى فاهم ان هي حاجه قويه لازم تستعملها في شغلك. معرفش ازاي بقى. موقع نوردي اي اي، بس يعني اكيد معظم الناس عرفت انا هعمل ايه. هو بس مشكله الموقع زي ما قلنا قبل كده ان هو فيه صور للاسف يعني مش افضل حاجه. هنحاول نعمل بلور على قد ما نقدر. الاختيار اللي هتختاره ما تختارش غيره من الليله اللي قدامك دي، هو الاختيار بتاع العريس والعروسه اللي قدامك دول. هتقف عليها وتعمل رن. الموقع ممكن ياخد له كام حبه حلوين كده يحمل، فده عادي جدا. تمام، فيلم الرعب اللي قدامك ده زي ما قلت لك انت مش هتعمل حاجه، لانك هتجيب الماوس على صوره العريس والعروسه اللي قدامك دول وتبدا تعمل زوم لحد ما يظهر معاك كلمه ابلود. اضغط عليها واختار الصوره اللي البكسله فعليا والله يا جماعه مدمراها. والله النتيجه اللي انا هوريها لك دي نتيجه حقيقيه 100%. وانت عارفني انا ما بحبش اديك نتائج في حاجات فيك او حاجات مش قويه، انا بحب دايما اجيب لك الحاجه القويه فعلا. وهبدا اضغط على الكلمه الزرقاء اللي قدامك دي، هيبدا في حاجات خضراء كده او في اكتر من باور كده هيبدا يحمل فوق. ركز معايا، بص كده الاخضر ده هتسيبه شويه، يعني هتسيبه تقريبا دقيقتين. هتاخد نتيجه والله ما هتاخدها من اي موقع تاني بشكل مجاني. انسى، انت شوف بعينك دلوقتي. تمام، ولكن لحد ما يخلص تعالى اقول لك ان كورس حمد دلوقتي بقى متاح بعروض قويه جدا. هسيبك مع الفيديو التسويقي للكورس اللي اقل من دقيقه علشان تشوف العروض والدروس المضافه ونرجع مع بعض مره ثانيه. طيب لكل الناس المشتركه في كورس حمدي عندي ليكم خبر حلو جدا. الفتره الجايه ان شاء الله في شويه تحديثات قويه جدا هتنزل للكورس، وهنبدا نركز على حاجات مهمه زي ان احنا نبدا نعمل منظورات مختلفه، دمج بعيدا عن الذكاء الاصطناعي، ازاي نبدا نوزع الاضاءه، ازاي نبدا نرسم الشادو، كل الكلام ده بشكل يدوي تماما. وبرده في تركيز على حته الذكاء الاصطناعي للناس اللي حابه تفهم كل التحديثات والابديتس اللي بتحصل كل شويه دي. فكل الكلام ده ان شاء الله في منه اللي نزل في الكورس حاليا بالفعل، وفي اللي لسه ان شاء الله هينزل الفتره الجايه. والفتره الجايه هنركز جدا ان احنا نبدا نخلي الدروس بشكل متقدم اكتر واكتر. طبعا كده كده الناس اللي في الكورس عارفه ان الكورس بيكون من الصفر لحد ما تبقى ان شاء الله محترف في حته المطبوعات او السوشيال ميديا، او انك تبدا تسوق لنفسك وازاي تجيب عميل والكلام ده كله. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه نبدا نقوي الدروس اكتر واكتر، فعايزك تبقى مستعد لي وجاهز. طبعا التحديثات دي بتنزل للمشتركين فقط وبشكل مجاني بالكامل. يعني انت لو مشترك معايا في الكورس كل التحديثات دي بتنزل لك بشكل مجاني بعد كده بدون ما تدفع اي اشتراكات تانية. وبس كده يا سيدي، خليك جاهز لي دايما واشوفك ان شاء الله هناك. لا ولسه في شويه دروس هتضاف ان شاء الله في الكورس الفتره الجايه، حاجات قويه جدا. لسه بفكر اشوف بقى هنزلها ازاي، يعني في حبه حاجات حلوه بصراحه هتبقى نازله الفتره الجايه، فمش عايزين نحرق. تعالى بس نروح نشوف النتيجه ايه. بص الصوره تحت اهي والصوره تمت على الشمال اهي. تعالى نفتح كده بص ما شوفش. ماشي، تعالى ناخد دي نسخ. تعالى نروح للنتيجه البايظه اللي انا وريتها لك وعملت عليها زوم. حط بيست. بص تعالى نشيل دي بعد التصليح. بص تعالى كبر دي علشان اوريك النتيجه. ما انت لازم تشوف، انا هفهمك حاجه، انا لازم اوريك الموضوع بشكل. بص انا لازم اعمل زوم، انا لازم اوريك يا باشا. بص هصغر سنه عشان اوريك الشعر بتاع الدقن بشعره بالبورنيطه اللي هو لابسها. بص والله لا كبر دي شويه. استنى بس اهو، انا عايز اخلي دي قد دي اهو. بص شايف العين هنا عامله ازاي؟ بص شايف العين؟ بص ايه ده؟ انت في موقع تقدر تجيبه لي يديك نفس النتيجه بشكل مجاني؟ على فكره لو عملت كده هديك الكورس بتاعي هديه. انا عايزك بس تبص. والله العظيم يا جماعه الموضوع مرعب مدهش جامد خرافي. ما عنديش كلام اقوله تاني بقى. كفايه بقى يا جماعه، كفايه تطبيل. انا حاسس ان انا كأن ده اعلان مدفوع، مع ان انا والله ده يعني مش حقيقي. تعالى بس ايه نعمل داونلود علشان احنا خرجنا بره اطار الفيديو اصلا اللي هو موضوع القص، ولكن دي كانت حاجه مهمه لازم اقول عليها. تمام، طيب دلوقتي علشان اقص الصوره دي او غيرها او اي صوره صعبه كنت دايما بتروح للبين تول وتقعد يا باشا ايه تشتغل بين تول. لا مفيش الكلام ده دلوقتي لو انت معاك نسخه الفوتوشوب اللي بالذكاء الاصطناعي فانت ممكن كليك يمين اهو تعمل ريموف باك جراوند. التول دي بقت قويه جدا
جدا اتطورت بشكل رهيب. طب لو انا حد مش معايا حته الذكاء الاصطناعي، في موقع مجاني برضه يا جماعه اتكلمت عنه مليون مره بس هتكلم مليون واحد، وهو الباشا بتاعنا الصيني الجامد جدا اللي فعلا مفيش موقع برضه مجاني هيديك نفس النتائج في القص نهائيا. تمام، تعالى بينا نشوف. هتضغط على الكلمه الزرقاء دي، هتلاقي الجمله الثانيه الزرقاء دي برضه، هتبدا تختار الصوره، مش شرط باك جراوند بيض. على فكره انا هجرب معاك على صور صعبه، عشان انت عارف انا بحب اجرب على الحاجه الصعبه قوي، لان في ناس غريبه جدا يا جماعه لما بتطلع تعمل درس او تعمل حلقه يوتيوب او ايا كان ما تفهمش، مش بحسه بيركز على الحاجه الصعبه، هو بس كل اللي يهمه ان هو عايز يوريك لقطه وتيجي انت تجرب بعده تلاقي الموضوع مش حلو. فتعال نشوف، يعني تعالى هوريك. طيب كده الموقع خلص. عشان اعمل داونلود باجي عند الجمله الاورنج دي وببدا ادوس هنا على البي ان جي. طيب انا هنا هشيل الصوره دي خالص وهعمل باك جراوند سودا علشان اوريك قد ايه الموقع بيديك نتيجه هايله. تعالى بقى احط لي الصوره بعد القص. بص بقى كده، لا حواف بيضه ولا مشاكل في القص ولا في اي حاجه بايظه نهائيا، فهمتني؟ فده اللي انا عايز اقوله لك، ان مفيش موقع مجاني هيديك نفس النتيجه بالشكل ده غير ان هو ما قللش في الكواليتي بتاع الصوره، غير تقريبا علشان ابقى صادق معاك قوي تقريبا بتاع 10% حاجه كده لا تذكر، انت مش هتاخد بالك منها اساسا. وعلشان تحل الحاجه اللي انت اصلا مش شايفها، انا متاكد ان انت ما خدتش بالك منها في حته الكواليتي اللي نزلت حاجه صغيره، هتعمل ايه بقى؟ هتعمل كوبي من نفس الصوره وتبدا تروح عند فلتر هنا تختار الشارب وتيجي عند الشارب مور بالشكل ده، هتلاقيها بقت شارب قوي. هنقلل الاوباسي هنا مثلا ل 40 او 30، انت حليت السنه للموقع نزلها. لو في اي موقع تاني رحت اديت له الصوره هيديك تقريبا الصوره ممكن 500 بكسل في 500 بكسل، اللي هو بص هيبوظها لك نهائيا. جرب انت على صور صعبه، مش هقول لك على الصور السهله، وشوف النتيجه وقول لي رايك. انا مش حابب ان انا اتكلم كتير علشان مده الفيديو ما تطولش اكتر من كده. بس يا سيدي لو تمام ما تنساش انك تعمل اشتراك في القناه علشان اللي جاي، وما تنساش لايكك وكومنتك اللي بيفرق وبيشجع جدا ان الواحد يبدا ينزل دروس كل يوم. نزلنا درس امبارح وفي درس النهارده او ممكن درس بكره وبعده، على قد ما هقدر ان انا اعمل لك درس كل يوم هعمل ده. المهم يا سيدي الاهم من ده كله هو انك ما تنساش تصلي على النبي، واشوفك ان شاء الله في دروس جديده. اشوفك على خير، سلام يا صديقي.